أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم لنستكمل سويا رحلتنا الشيقة والممتعة، رحلة عيشيها صح، رحلة وعي. ودلوقتي هنتناول نقطة مهمة جدا بتختلط على كتير مننا، في إن إزاي يفرق ما بين الثقة بالنفس والغرور، والفرق ما بين الثقة بالنفس وتقدير الذات. هل الثقة في النفس ممكن تتحول لغرور؟ الفرق بين الاتنين واضح، بس الناس بتحسهم نفس الحاجة، وده اللي بيعمل لخبطة كبيرة. الثقة في النفس يعني إنك عارفة قدراتك، يعني لما تيجي فرصة ما تخافيش تجربيها، يعني تعرفي إنك ممكن تغلطي وتتعلمي وتكملي. الثقة بتخليكي تاخدي قرار، ما تضيعيش وقت في شكوكك طول النهار. الثقة مرتبطة بالشغل، بالمهارات، بالمحاولات. تقدير الذات حاجة تانية. تقدير الذات هو إحساس جوهري بقيمتك من غير ما الناس تحكم. ده إحساس ثابت بإنك إنسانة لها قيمة بغض النظر عن النجاحات أو الفشل. تقدير الذات بيحميك من الهزة وقت المشاكل، يعني لو خسرت حاجة تقدير ذاتك يخليكي ترجعي توقفي تاني على رجليكي. الغرور له تعريف واضح وبسيط. الغرور بيحصل لما الشخص يحس إن كل اللي حصل معاه اتعمل بجهده وبدماغه بس، بيغفل فضل ربنا، بيشطب أي دور لمن أعانه أو سهله. بيبقى عنده شعور إنه أحسن من الناس، وإن في حاجة زيادة عنده بتخليه يستخف بالآخرين. الغرور في الجوهر عزلة، عزلة عن التواضع، عزلة عن شكر الخالق. لما حد يتكبر بيقطع الصلة بينه وبين حس الامتنان، وبينه وبين الناس. نقطة مهمة، وهي إن الغرور مش بس كلام أو تصرفات. الغرور تغيير في القلب، النية بتتبدل. تنسي إن وجودك نعمة، تبص لحياتك وتطلعي أصحاب فضل من حساباتك. قصة قارون مثال حي. قارون لما اتكلم عن نفسه قال عباراته اللي كلنا نعرفها: إنما أوتيته على علم عندي. الكلام ده مش مجرد كبرياء، ده إعلان إنه شايف إن النجاح من صنعه بس. نسى إن اللي أعطاه الغنى هو اللي بيعطي القوة، هو اللي بيفتح الأبواب. نسى إن كل نعمة فيها امتحان، وإن الإنعام الحقيقي في الشكر والتواضع. خليني أوضح لك الفرق بمشهد. تخيلي شخص ناجح في شغله، الاتنين قدامك، واحد واثق والتاني متكبر. الشخص الواثق بيبتسم لما حد يسأله عن سر نجاحه، بيقول اتعلمت، جربت، ربنا سهل. بيساعد الناس، بينصح، حضوره مريح والناس بتحترمه. الشخص المتكبر بيحكي قصص نجاحه كأنه بيفتخر بكنوزه، مقصر مع الناس، بيهين غيره، بيبقى صوته عالي، حضوره متعب، الناس بعيدين عنه. الواثق الحقيقي عنده علاقة واضحة مع الله، هو مؤمن إن ربنا المعين والغني. بالتالي ثقته مش مبنية على الغنى أو على تقدير الناس. الثقة بتتقوى لأنه عارف إن اللي ربط له خيط النجاح هو ربنا. لما يحصل نجاح يقدر يشكر، لما يحصل فشل يعرف إن فيه حكمة ويتعلم. دي فكرة بسيطة لكن مهمة. الثقة بتيجي من دمج الفعل مع اليقين. انت بتعملي مجهود وتطلبي العون وتحمدي وتاخدي خطوة. ده فرق كبير عن اللي يحط نفسه في موقف الاستحواذ على الفضل. كمان لازم نفهم
إن الثقة مش محتاجة استعراض أو تباهي. قلب الواثق مليان طمأنينة، مش محتاج يثبت نفسه قدام حد. قلب المغرور دايما في حالة دفاع، دايما محتاج شهرة ومحتاج يظهر تفوقه. ودلوقتي جاء الميعاد علشان تعرفي ازاي تقدري ذاتك وتفهمي أول خطوة حقيقية في أي رحلة تغيير ممكن تعمليها في حياتك. الخطوة الأولى دي مش كلام، دي حجر الأساس اللي لو اتبنى صح حياتك كلها هتبدأ تتحرك في اتجاه جديد. الخطوة الأولى إنك تتقبلي نفسك زي ما هي، مش تتقبلي نفسك لو ولا لما ولا بعد ما ولا أول لما تغير. الكلام ده كله بيعمل مسافة بينك وبين نفسك، مسافة فيها رفض وضغط وكره وأحكام. التقبل الحقيقي إنك تبصي لنفسك دلوقت بشكلك الحالي، بوزنك، بلونك، بطولك، بملامحك، وتقولي أنا بتقبل نفسي زي ما أنا. مش معناها إنك هتقفي في مكانك، لكن معناها إنك هتبني علاقة جديدة مع نفسك، علاقة سلام مش علاقة حرب. كل حاجة بترفضيها جواكي بتفضل واقفة ضدك، بتشدك لورا. التحسين اللي بيطلع من الرفض دايما بيبقى مؤلم، قصير ومتعب، لكن التحسين اللي بيطلع من التقبل بيبقى ثابت، هادي وعملي. خليني أقول لك حاجة، النفس اللي مش متقبلة شكلها مش هتعرف تطوريها، والنفس اللي مش متقبلة وزنها هتفضل تعاقب نفسها من غير ما تحقق نتيجة. والنفس اللي مش متقبلة لونها أو طولها هتعيش في مقارنة تسرق منها العمر. تخيلي إن جواكي جزء معين مش عاجبك، وانت كل يوم تصحي وتزعقي له وتكسري فيه، هل هيتغير؟ ولا هيتمسك مكانه أكتر؟ هيقاوم، لأن أي شيء تقاوميه بيقاومك. لكن لما تبصيله وتتقبليه هتلاقيه بيفتح لك باب تتحركي من خلاله، هتلاقيه بيطرى، بينضج، وبيسمح لك تعملي تعديل بدون ألم. جسمك ليه حق إنه يكون موجود، ملامحك ليها حق إنها تتشاف، لونك ليه حق إنه يظهر، طولك ليه حق إنه يتقبل. كل جزء فيكي موجود لسبب، ومش وجوده هو اللي مشكلة. المشكلة في الحرب اللي بينك وبينه. التقبل هو بداية الصلح، بداية الحب، بداية القوة. سؤال اسأليه لنفسك، لو وقفتي قدام المراية دلوقتي إيه أول جزء محتاج يسمع منك كلمة أنا بتقبلك؟ دلوقتي بعد ما بدأتي تتقبلي نفسك زي ما هي، تيجي الخطوة اللي بتغير كل حاجة من جوه لفوق، خطوة تحويل التقبل لقوة حقيقية تحركك لقدام. تعالي نفهم ده بهدوء. أول ما تقولي لنفسك أنا بتقبلك، بتحرري قدرات كانت محبوسة، بتفكي طاقة كانت واقفة، بتسقطي حواجز اتبنت من مقارنة ومن جلد ذات ومن خوف. التقبل بيفتح باب، لكن اللي بيحركك جوه الباب ده هو تقدير الذات. تقدير الذات مش كلمة، ده سلوك، ده طريقة مشي، طريقة كلام، طريقة حضور. وبالصراحة تقدير الذات مش بيبدأ من بره، ولا من كلمة حد قالها، ولا من إعجاب حد، ولا من لايك على صورة. ده كله مؤقت ويطير.
تقدير الذات بيبدأ لما تعرفي إن قيمتك مش متعلقة بشكل ولا رقم ميزان ولا لون بشرة ولا طول. قيمتك موجودة ودورها إنها تظهر مش إنها تتصنع. إزاي التقبل يتحول لقوة تغيير؟ أول حاجة، لما تتقبلي نفسك بتوقفي حرب جواكي، وفجأة دماغك ترتاح وطاقتك ترتب نفسها وتقدري تركزي على الفعل مش على العيب. تاني حاجة، التقبل بيخلي خطوات التغيير أسهل لأنك بتتحركي من حب مش من خوف، والناس اللي بتتغير من حب بتستمر، واللي بيتغير من خوف بترجع لنقطة الصفر. تالت حاجة، التقبل يخليكي تتعاملي مع جسمك كصديق، فتسمعي إشاراته وتفهمي احتياجاته وتلبي طلباته، وده ينعكس على صحتك، على نومك، على أكلك، ينعكس كمان على طاقتك. رابع حاجة، لما تتقبلي نفسك بتلاقي إن كلام الناس ما بقاش يهزك، لأن أكبر خصم كنت بتحاربيه كان جواكي، ولما تصلحيه محدش بره يقدر يكسرك. خامس حاجة، التقبل بيولد ثقة، والثقة بتولد حركة، والحركة بتولد تغيير، ودايرة التغيير تبدأ تلف من غير ألم ولا مقاومة. تعالي أقولك مثال بسيط. لو واحدة طول حياتها بتكره وزنها هتدخل دايت بقسوة وتتعب وترجع تاني. لكن لو تقبلت وزنها وقالت لنفسها أنا حبيتك، تعالي نخف مع بعض، مش علشان أبقى حلوة، لا، أنا أصلا حلوة، بس علشان صحتي وراحتي ونفسي وحركتي. ساعتها التغيير يمشي معاها مش ضدها. لكن لو واحدة مش بتحب لون بشرتها هتفضل تقارن، لكن لما تقبله هتبدأ تشوف الجمال اللي عمره ما ظهر وهي بترفض نفسها. التقبل مش رفاهية، التقبل بوابة، واللي يدخل منها بيتغير بسلام. خليني أسألك دلوقتي، لو نفسك تبدأي رحلة تغيير حقيقية، إيه هي أكتر منطقة في حياتك محتاجة تقبل؟ عايزك تسمعيني بقلبك. احنا لسه بنكمل كلامنا عن تقديرك لنفسك، عن اللحظة اللي لازم تفوقي فيها وتبصي جواكي بجد، اللحظة اللي تكتشفي فيها إن جواكي هدية، مش أي هدية، هدية ربنا ليكي. وانت طول السنين اللي فاتت يمكن بدون قصد بتقللي من قيمتها. كل ما تتكلمي عن نفسك، أنا عصبية، أنا ضعيفة، أنا مش قادرة، أنا فاشلة، أنا مش زي غيري، الكلمات دي مش مجرد جمل، دي سكاكين بتتغرس في نفس ربنا كرمها، وفي هدية ربنا اللي حطها جواكي. لما تفضلي تذمي في نفسك، انت مش بس بتظلميها، انت بتغلطي في حكمة اللي خلقك بالشكل ده، اللي اداكي شخصية خاصة، روح مختلفة، عقل ليه طريقة فهم متفردة مش شبه أي حد. انت فاهمة يعني ايه ربنا يديكي هدية؟ يعني يشوفك تستحقي، يعني يختار يحط جواكي طاقة وقدرة وصفات ومواهب، ويقولك خدي دي ليكي، اعملي بيها خير، كبريها، طوريها، خليكي مؤمنة بيها. وانت تعملي ايه؟ تفضلي تمسكي الهدية دي وتذمي فيها، تشوهي صورتها وتستصغري قيمتها. ليه؟ علشان مقارنة، علشان
كلمة حد وجعتك، علشان تجربة كسرتك، ولا علشان طول عمرك سمعتي صوت واحد بس، صوت النقد، لحد ما بقى جزء منك. لكن عايزك النهاردة توقفي وتسمعي الكلام اللي عمرك ما سمعتيه، الكلام اللي كان المفروض يتقالك من بدري قوي. انت جواكي حاجات جميلة وأصيلة وثابتة، وربنا عارف قيمتها، وعلشان كده ادهالك. اتكلمي عنها، احكي عنها، اعملي قائمة بكل حاجة حلوة فيكي، ذكائك، صبرك، طيبة قلبك، قدرتك على العطاء، نجاحاتك الصغيرة اللي محدش حس بيها، الأيام اللي وقفتي فيها على رجلك رغم التعب والإنهاك، المواقف اللي كنت فيها سند لنفسك من غير ما حد يشوف. دي إنجازات، واللي بيقلل منها هو اللي مش شايف، مش انت اللي ناقصك حاجة. اشكري ربنا على ذاتك، على روحك، على صبرك، على التجارب اللي شكلتك، على المر اللي قواكي، وعلى الحلو اللي كان نعمة ورزق. قوليله يا رب أنا ممتنة، أنا شايفة الهدية دلوقتي، شايفة قيمتها، ومش هقلل منها تاني. ولما تتكلمي عن نفسك، اتكلمي بوعي، اتكلمي باحترام، اتكلمي بتقدير، كأنك بتتكلمي عن حاجة غالية، لأنك فعلا غالية. ودلوقتي بسألك، هتفضلي أهم وأقرب إنسانة في حياتك لنفسك ولا لأ؟ هتختاري تكوني صاحبة نفسك ولا خصمتها؟ انت تستحقي تكوني في صف نفسك، وتستحقي تقدري الهدية اللي ربنا حطها جواكي، والهدية دي هي انتي. لما نتكلم عن تقدير الذات، مهم نفهم مين الشخص اللي فعلا ما بيقدرش نفسه. أول علامة من علامات عدم تقدير الذات هو بيكون دايما كثير التأسف. كل موقف بسيط يحصل بيبدأ يقول أنا غلطت، أنا سبب كل حاجة، أنا فشلت. التأسف مش غلط، بالعكس، الإنسان لما يعرف يغلط ويعتذر ده حاجة جميلة. لكن المشكلة لما يبقى التأسف عادة متكررة من غير أي تحرك للتغيير، بيصبح كأنه بيهزم نفسه بنفسه كل يوم، كأنه بيعيط لنفسه على كل فرصة ضاعت قبل ما يحاول يتعلم ويكمل. تاني علامة من علامات ضعف تقدير الذات، الاعتذار المستمر بدون نهاية. الشخص اللي ما بيقدرش ذاته دايما بيعتذر على كل حاجة، حتى الحاجات اللي ملوش غلط فيها. ده بيخلي الناس تحس إنها فوقه، وإنه ضعيف، وإنه دايما محتاج مصالحة. حلو الاعتذار، بس مش لازم يكون عمال على بطال أو عادة بتستنزف طاقته. تالت علامة من علامات عدم تقدير الذات هي الشكوى المستمرة. الشخص ده بيحب يركز على كل نقص في نفسه أو في حياته، كل حاجة مش ماشية بيقول أنا مش قدها، أو أنا مش قوية، مش هقدر. دايما مصاب بالضعف. الكلام ده مش بس بيقلل منه، ده بيزرع جواه إحباط، وبيبعده عن فرصة إنه يتعلم ويتقدم، وفرصة إنه يستعمل قدراته الحقيقية. رابع علامة من علامات عدم تقدير الذات وهو الشعور بالضعف الدائم. مهما عملت حاجة صغيرة، مهما حققت خطوة، دايما انت حاسة انك قليلة، حاسة ان اللي عملتيه ما يكفيش، حاسة انها ناقصة، الخطوة ناقصة. الشخص اللي ما بيقدرش ذاته بيعيش
في دايرة مستمرة من الاستهانة بنفسه، وبيبعد عن نفسه، وبيبعد نفسه عن الثقة الحقيقية. لكن خلي بالك، الاعتذار شيء كويس، الاعتذار صفة جميلة لو في محلها. لو في موقف فعلا غلطتي فيه أو زعلت حد تعتذري، تعملي صح وتكملي. لكن ما تبقيش على طول تعتذري على كل حاجة، على نفسك، على حياتك، على طريقتك، على وجودك. ده يبقى استنزاف، ده بيقتل تقديرك لذاتك. يعني ببساطة، اللي ما بيقدرش ذاته بيتأسف كتير، بيعتذر كتير، وبيشتكي كتير، وبيشعر بالضعف دايما. لكن اللي بيقدر ذاته يعرف يحاسب نفسه، يعرف يعتذر، يعرف يشكر نفسه، يعرف يتعلم، يعرف يحل، وما بيضيعش طاقة على شكوى مستمرة. ودلوقتي اسألي نفسك، هل أنا دايما بتأسف على كل حاجة؟ هل اعتذاري مستمر من غير داعي؟ هل شكواي لنفسي مستمرة؟ هل بحس إني ضعيفة حتى لو عملت حاجة كويسة؟ لما تجاوبي بصراحة هتعرفي إذا كنت محتاجة تعملي خطوة لتقدير ذاتك وتكسري الحلقة دي وتبدأي رحلة جديدة، رحلة حب لنفسك وثقة في قدراتك. ومرة واحدة هتلاحظي الفرق كبير في شعورك، في تصرفك، في نظرة الناس ليكي. ودلوقتي تعالي نفك الحلقة ونشوف ازاي نتحرر من التأسف المستمر والاعتذار اللي عمال على بطال والشكوى اللي بتسرق طاقتك، ونبني ثقة حقيقية. نبني ثقة حقيقية في نفسك، ثقة ترفعك فوق أي موقف. أول حاجة محتاجة يكون عندك وعي كامل بنفسك. لازم تعرفي إمتى اعتذرتي على حاجة فعلا غلط، وإمتى اعتذرتي على كل صغيرة وكبيرة بدون داعي. الوعي ده مش بس كلمة، ده موقف، ده مراقبة نفسك، ده تسجيل كل مرة بتتأسفي فيها أو تشتكي على نفسك. كل مرة هتكتشف إن جزء كبير من التأسف ده ما كانلوش داعي أصلاً، ده مجرد عادة مشغولة، كأنك مش عايزة تصدقي إن نفسك قوية. تاني حاجة، قولي لنفسك الاعتذار فقط للي يستحقه. لو فعلا غلطتي تعتذري وكملي حياتك، لو ما غلطتيش اسكتي. لازم تحددي حدود لنفسك، مش كل حاجة هتخليك تحسي بالذنب. لما تحطي حد هتحسي بالحرية، وهتحسي إنك تستاهلي تقدير نفسك. تالت حاجة، حولي الشكوى لطاقة إيجابية. بدل ما تقولي أنا مش قادرة، أنا ضعيفة، كل حاجة ضدي، قولي الموقف صعب بس هتعلم منه وهحاول أحله خطوة خطوة. الكلمات دي فرقها كبير، بتحول الطاقة السلبية لطاقة حركة، للطاقة اللي بتكبرك مش اللي بتحبسك. رابع حاجة، ابدأي بالاحتفال بنجاحاتك الصغيرة. كل خطوة صغيرة بتعمليها، كل موقف صعب بتعديه، كل موقف حسيتي فيه إنك قوية اعملي له تقدير، كبريه، احكي عنه لنفسك، اكتبي عنه، اعملي قائمة. لما تبصي للقائمة دي هتحسي إنك قوية، هتحسي إنك تستاهلي تقدير نفسك. خامس حاجة، تذكري دايما إنك مش لوحدك. كل واحدة بتواجه تحديات، كل واحدة بتتعلم تقدر ذاتها، لكن الفرق بين اللي ناجح واللي مش ناجح هو إن اللي ناجح وقف عند ذاته وقال
أنا أستحق أحترم نفسي، أستحق حب نفسي، أستحق إني أقدر نفسي. سادس حاجة، اتكلمي لنفسك بصوت واثق ومحترم كل يوم. اتكلمي معاها حتى لو دقيقة. قولي لنفسك أنا قوية، أنا قادرة، أنا عندي قيمة، أنا أستحق الحب والاحترام. الكلام ده مش مجرد كلمات، ده برمجة لنفسك، ده إعادة تدريب دماغك ورفع تقديرك لذاتك خطوة خطوة. سابع حاجة، اعتبري كل تحدي فرصة. التأسف والشكوى بيخلوا المواقف صعبة، لكن لو اتعلمت تحولي كل موقف صعب لدرس، هتلاقي نفسك يوم ورا يوم أقوى، أقدر، أوسع، أمتع. خلاصة الكلام، خلي عندك وعي بنفسك. اعرفي إمتى التأسف حقيقي وإمتى بيكون عادة. اعتذري بس لما الموقف يستحق. حولي الشكوى لطاقة إيجابية. احتفلي بنجاحاتك الصغيرة واعملي قائمة بإنجازاتك ونجاحاتك. تذكري إنك مش لوحدك، وقفي مع نفسك واتكلمي لنفسك ومع نفسك بصوت واثق، وخلي كل موقف صعب هو فرصة للنمو. ومرة واحدة هتحسي الفرق، هتحسي إنك خلاص وقفتي على رجلين ثابتين. تقديرك لنفسك بقى متين، شعورك داخلي، وده اللي بيخلي أي موقف قدامك سهل التعامل معاه حتى لو صعب.